السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مروه من قناه يوميات سعد ومروه. هنعمل مع بعض النهارده الصابون الاسود او صابون المواعين من بقايا الزيت المستعمل. حاجه احنا كلنا بنرميها، فقلنا نستفاد بها ونعمل بها الصابون ده. وما شاء الله الرغوه بتاعته جميله وبتنضف المواعين كويس جدا وبتخليها تنور. يلا نشوف الوصفه ازاي. عندي هنا 4 مجات اللي احنا بنشرب بهم الشاي دول. 4 مجات مليانين ميه، اللي هي المغلي الليمون، الميه بتاعت غليان الليمون. سيبتها لما تبرد خالص، ما تحطش الصودا عليها وهي سخنه عشان بتطلع بخار جامد. سيبها لما تبرد عشان البخار اللي طالع يبقى قليل قوي، يعني ما يضركيش ولا يضر اللي حواليك. عندي هنا نص كيلو بطاطس. انا هعمل مقدار 3 كيلو زيت. بتاخد نص كيلو بطاطس او صودا كاوية. هي مجرد ما فضيتها من الكيس وسبتها شويه بس على ما الميه بردت، وجهزت بقيه المكونات. عملت عرق كده، عرقت من فوق كده. فهي كده تبقى هي شغاله يعني كويس. هحطها بقى على الميه واحاول اقلب. وفي نفس الوقت يا ريت تكون لابسه كمامه. انا بسجل وقت وانا لابسه كمامه اصلا، عشان بيبقى طالع منها نسبة بخار كده بسيطة، عشان المية باردة. فحذاري حذاري تحطوا المية سخنة، انها بتطلع نسبة بخار جامدة. انا قررت الكلام ده كتير عشان اللي عنده ضيق تنفس او حاجة. شايفين هنا كده لونها اصفر اهون. هقلب بقى. التقليب ده هتفضلي تقلبي لحد ما الصودا دي تبوش خالص. شايفين البخار؟ والمية دي هتلاقيها سخنت اصلا من البطاطس. شايفين البخار؟ هتسيبيها بقى تبرد تاني علشان ما تستعملهاش وهي سخنة. انا حطيت هنا 3 كيلو زيت على البوتاص، بس الحقيقه انا استعجلت شويه، كان لسه دافي البوتاص، الميه بتاعه البوتاص. الزيت ده مفيش فيه زيت من بتاع السمك ولا حاجه. ممكن تحط اي زيت من موجود عندك، بس انا ما بحبش احط في الصابون الزيت بتاع السمك صراحه. انا ما جربتوش قبل كده ان كان الصابون هيبقى زفر ولا لا. بس انا ده يعني مكان البطاطس والكلام من ده والفراخ والحاجات دي. وتقريبا كمان ما كنتش بحط زيت من بتاع الفراخ، يعني هو تقريبا الزيت بتاع البطاطس بس. انا بحوش في الزيت ده بقالي كام شهر. مين يصدق ان انا عندي الزيت ده كله مستعمل وما عنديش زيت للطبيخ؟ هفضل اقلب فيه لحد ما ندمجوا مع بعض ونشوف بقيه المكونات اللي هنحطها ايه. بس اقلب فيهم شويه حلوين بس دلوقتي لحد ما البطاطس يندمج مع الزيت. هنا القوام بتاعه تحسي ان هو تقل شويه من انت بتقلبي اهو. هتضيف بقى 4 معالق ملح و4 معالق سكر. الملح علشان بيزيد في صلابه الصابون، والسكر بيساعد في الرغوه، ان الرغوه بتاعته تزيد. ده السكر، ودول 4 معالق ملح. هقلبهم لحد ما يدوبوا كويس. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ ولسه السكر والملح لسه ما دابوش لو سامعين صوت. هقلب بقى لحد ما يدوبوا كويس وارجع اوريكم القوام قبل ما نضيف بقيه المكونات. الخليط تقل اهون كده. الحاجات كلها، المكونات كلها دابت، الملح والسكر. هننزل بقى على 3 كيلو زيت بكوبايتين صابون سايل، ويستحسن يكون صابون سايل اللي هو لونه اصفر. الحقيقه ملقاش غير الاخضر. وهنزل بكيسين برسيل جيل، كيسين من ده. دلوقتي هنزل عليهم بقى بالبرسيل الجيل. برسيل الجيل ده بيبقى بيخليه يساعد في يعني الرغوه بتاعته تزيد، وفي نفس الوقت يبقى ناعم على الايدين. هنزل بالكيسين كده، وهجيب مجين كاملين من الصابون السائل. طبعا لو عايزه تعملي مقدار كيلو ونص، تقدري تقسمي المكونات ده على 2. هنا هنا حطيت البرسيل الجل، وهحط هنا المج الصابون السائل. وزي ما قلت لكم يستحسن يكون صابون اصفر. انا الحقيقه ما عنديش، ما لقيتش. ده اول مج، وده تاني مج. هنزل عليه كمان الوقت بشويه جليسرين برضو، علشان الايدين ما بتيجي تغسلي بقى كده ما تشققش من البطاط، عشان البطاط ماده كاويه ما تضرش الجلد بتاع ايديك. معايا الجليسرين اهو، هنزل بيه بشويه، حوالي معلقه او معلقتين كده. هقلب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما يختلطوا خالص مع بعض. شايفين التقل بتاعه هو تقيل اهو. هنشوف بقى هنحتاج
دقيق ولا لا، لان هو تقيل اهون، فهنشوف برضو. هو المفروض يبقى اتقل من كده شويه مع التقليب. لو تقل مش هنحتاج الدقيق، لو ما تقلش هنحط الدقيق. هقلب وارجع لكم. هنا كده انا قلبتهم اتجانسوا خلاص مع بعض اهون. بس هحتاج احط الدقيق. انا في العموم ما بحط على كيلو ونص زيت، على لتر ونص زيت بحط مج، فانا هحط هنا مجين بس، هحطهم بالتدريج برضو. هو المفروض التقل بتاعه يبقى اتقل من الخليط بتاع الكيكه بشويه. هحط الدقيق معاكم. هنا اول مج اهو هحطه بالتدريج، لازم بالتدريج وتقلبي عشان ما يكلكعش منك. ومحدش يقول لي الدقيق غالي، والله الدقيق ده انا مستعملاه، كنت بتبل بيه سمك قبل كده وفاض، يعني دقيق مستعمل. وفي الدقيق اللي هو بقى خلاص ريحته غيرت ده، يعني دقيق قديم جدا، يعني مدة صلاحيته كمان منتهية عندي. هقلب لحد ما الدقيق كله يختفى، وهحط الكوبايتين على مراحل، وهقول لكم برضو خدت الكوبايتين كاملين ولا لا. هحط هنا النص التاني من الدقيق وهقلب برضو. اهم حاجه ما تحطيش اي دقيق غير اما الجزء اللي قبله يختفي خالص في الخليط. هجيب بقى المج التاني. هنا انا حطيته النص الاولاني في المج التاني، هو لسه نص اهون كده. اخر جزء من المج التاني كده انا حطيت المجين كاملين. هقلبهم بقى وارجع لكم. هنا خلاص انا التقل بتاعه كده بقى مظبوط خلاص. كل ما بتقلبي كل ما بيتجانس مع بعض وكل ما بيتقل كده بقى. ان بتجيبي بقى علبه كرتون او علبه من اللي هي الخشب دي، اللي هي بتاعه الرنجه والحاجات دي، وتغلفيها في كيس وتحطها. يا اما لو ما عندكيش زي كده ممكن تجيبي صينيه بقى بتاعه الفرن وتغلفيها برده في كيس وتحطي فيها. ما تحطيش على الالمونيا على طول علشان البوتاص ما ياكلش الالمونيا دلوقتي، لان هو البوتاص كده لسه موجود، لسه يعتبر ماده خام لسه فيه. حطه بقى في الصينيه وارجع لكم. حطيتهم في الصواني بقى، غلفتها بكيس زي ما انا قلت لكم. حطيت هنا المشابك عشان تمسك الكيس بس ما نزلش على وش الصابون. كان ممكن نعمل معايا صينيتين اكبر من دول لو كنت خليت الطحانه بتاع الصابون ارفع شويه، بس انا بحب الصابونه تكون يعني في الطحانه بتاعتها كويسه عشان تستحمل. هسيبهم من 3-4 ساعات بس ان هما يشدوا ويمسكوا نفسهم، وتقطعيهم بالسكينه. هوريها لكم برضو وانا بقطعها. بس ما عدى عليهم 3-4 ساعات بس. بيش لما الصابون يجمد قوي، لان هيبقى تقطعه صعب بالسكينه، فهو مجرد ما يشد نفسه بس قطعيه. وبعد كده بقى اما تقطعيه سيبيه ينشف 2-3 براحته بقى على حسب ما يجمد. في الشتاء ما بياخدش وقت، انما في الصيف عشان الحر والسخونيه وكده فبياخد وقت شويه، يعني ممكن من 2-3. في الشتاء ممكن ياخد يومين او يمكن اقل كمان. لما نيجي نقطعه كده ان شاء الله هرجع لكم. يا ريت لو وصلتوا معانا لحد هنا في الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. زي ما قلت لكم ما تخلوش الصابون يتحط في الصواني دي مباشره علشان ما ياكلش الالمونيا. لو عندك صندوق خشب او علبه من اللي هي بتاعه اعزكم الله اللي هي الجزم، المهم تغلفيها بكيس وتحطي فيها، ما تحطيش في الالمونيوم مباشره. ولازم تحطوا الصواني دي في مكان جيد التهويه، ما يبقاش فيه شمس. المهم يبقى مكان مفتوح علشان تنشف بسرعه، والحراره ما تبقاش شديده عليها ان هي يعني تغيب في التماسك. اهم حاجه احطها في مكان جيد التهويه وما يكونش الشمس واصله. هسيبه بقى 2-3 وقبل ما اجي اقطعه هرجع لكم. هنا كان عدى 2 بالظبط، فلازم تقطعوه. هو لسه يعني هو جامد بس هو لسه طري برضو عشان يبقى سهل في التقطيع، لان لو سبتيه يجمد اكتر من كده هيبقى صعب عليكي في التقطيع مش هيتقطع كويس يعني وهيتكسر منك. هنا بعد 2 قطعتها زي ما انتم شايفين كده. هنا التخانه بتاعته زي ما كنت بوريها لكم. دي الصينيه الاولانيه كنت قطعتها من غير التصوير. انا كنت في الصينيه التانية دي كنت خليت التخانه بتاعته تخينه شويه علشان الصابونه تستحمل. هتسيبها ينشف كمان يومين علشان الصابونه تبقى صلبة جدا معاكي وما تبوش منك في المية بسرعة. هنرصها في الصواني دلوقتي بقى وهنرصها على جنبها. هي نفس الصينية اللي انا عاملة فيها، بس رصات الصابون بقى على جنبه على اساس ان الهواء يدخل في حوالين الصابون كله يعني عشان ينشفه بسرعة. زي ما قلت لكم في الصيف بياخد وقت كتير شوية لان الجو بيبقى حر، فحاولي تخليه في مكان جيد التهوية بس ما يطولهوش الشمس، يعني ما تحطوش في البلكونة في الشمس. خليها في اي مكان جيد التهوية بس بعيد عن الشمس. قعد معايا حوالي يومين او يوم ونص.
ونشف. وبقى زي ما انتم شايفين كده. جبت هنا ميه اهي، جبت قطعه صغيره من الصابون، والسفنجه اهي نضيفها، مفيش فيها رغوه ولا اي حاجه. هنجرب مع بعض الرغوه بتاع الصابون. شايفين؟ انا جبت قطعه صابون صغيره بس عشان ما تقولوش لا مختاره قطعه كبيره عشان ترغي. شايفين الرغوه؟ شايفين ما شاء الله؟ شايفين الرغوه؟ شايفين؟ شايفين الرغوه؟ ده اكبر دليل يعني ان الصابون ما شاء الله عليه، حتى من غير السبونشه ولا اي حاجه اهي. شايفين الرغوه؟ جربوها بالطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم. وبكده نكون عملنا الصابون بتاعنا بالمقاسات الكبيره الحلوه دي، ان شاء الله هتعجبكم. والرغوه بتاعتها زي ما انتم شفتم. لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو، يا ريت تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. عايزين الصابون يبقى لونه فاتح شويه عن كده، خلوا الصابون السائل اللي انتوا بتحطوه يبقى لونه اصفر. انا عملته معاكم قبل كده برضو السنه اللي فاتت، وكان لونه افتح من كده بكتير. اهم حاجه تدوا وقته في ان هو ينشف.